نجم الاهلي على اعتاب برشلونه. الموهبه الصاعده الشابه المصريه حمزه عبد الكريم، برشلونه بيفكر جديا في التعاقد معاه بعد التالق الاخير في كاس العالم اللي فات. طب ايه اللي حصل؟ رد فعل الاهلي ايه؟ كل حاجه هنعرفها في الفيديو ده. طبعا اشترك في القناه وفعل زر الجرس. الاهلي حتى الان ما وصلش عرض رسمي من برشلونه للاهلي، ده على كلام تصريحات كابتن وليد صلاح الدين، وان الاهلي مش عايز يفرط في الموهبه الصاعده حمزه عبد الكريم، بس حمزه عايز يخوض تجربه برشلونه. والعرض اللي برشلونه بيفكر فيه حاليا هو 6 شهور على سبيل الاعاره مع احقيه الشراء اخر الموسم لو حمزه عبد الكريم اثبت نفسه في خلال ال6 شهور ويلعب مع برشلونه الرديف. ودي طبعا هتبقى خطوه قويه جدا لو حصلت، وهيبقى اول لاعب يلعب في برشلونه مصري، ودي حاجه هتبقى قويه جدا لو حصلت بعد الانباء الاخيره. اكتب تحت في الكومنت هل شايف فعلا ان الاهلي يقدر يحافظ على حمزه عبد الكريم ويكمل معاه، ولا يخليه يخوض تجربه الاحتراف في سن صغير. اكتب تحت في الكومنت. سلام.